الواد ابني سقط في كل المواد، بس خد النمرة النهائية في سؤال عن الانضباط، حط عقدة فندي. السؤال بيقول: ما نسبة الضوضاء المترسبة في جسم الإنسان القاهري؟ بسم الله ما شاء الله، كتب 9 بنود. ما شاء الله، ربنا يحرسه من العين. وايه هي 9 بنود دي يا حامد افندي؟ انا خدت البرشامة اللي ابني خدها معاه في الامتحان، خدتها منه. اسمع، بيقول: جعير في الشارع 10%، بيب بيب اهلي 12%، صوت التلفزيون ساعة المسلسل 10%، سيفونات بايظة 13%، عيال بيشوطوا علب سلمون في الشارع 10%. ايه السلمون ده يا حامد افندي؟ يا جاهل، السلمون ده جورنال معارضة جديد. بيقول لك علب تقول لي جورنال؟ ده اكيد نوع جزم بينور. ها، كمل البرشامة يا حامد افندي. موتوسيكلات زفة 6%، صريخ كلاب العيال بيضربوهم في الشارع 13.5%، لعب كورة شراب 11.5%، كاسيتات أغنيات شبابية 14%، يبقى المجموع 100%. ما شاء الله ما شاء الله. أنا ابني جاب 0 في كل المواد، حتى السؤال السهل اللي كل زملائه جاوبوه بيقول له ضع علامة صح أو غلط. بيقول له عمر مكرم بطل وطني، كتب غلط ومش يتنيل يسكت، لا، قال عمر مكرم حنوتي وبيكسب كتير ومقره ميدان التحرير. جاتك نيلة في حظ ابنك الهباب. اسبوع انضباط ومرور ايه وهنبكت ايه. منا الاسبوع يفوت ويرجع اخوك عند ابوك. اخويا ايه وابويا ايه؟ الله، انت مش عارف انني مقطوع من شجره؟ انا مش قصدي كده يا فالح يا ابو مخ نور، انا قصدي ان احنا محتاجين لحاجات اهم من كده بكتير. زي ايه بقى يا فلحوس يا متفلحس انت؟ احنا يا هنداوي محتاجين اسبوع صراحة يكلمونا فيه بالمفتشر، عشان بصراحة ربنا نعرف راسنا من رجلينا. في دهيا عندك حق يا ولد، اول مرة حنكك يطلع حاجة عدلي. وانت يا هنداوي رديت عليه قلت له ايه؟ قلت له اخرس ياض يا ابو لسان زالف انت، ان شاء الله انا هروح لكمبوره بيه ابو الصراح واقول له لما ربنا يكرمه ويدخل المجلس يطالب باسبوع صراح. بصراحه يا هنداوي انا اول ما ادخل المجلس واترستق واحط كلونيا ان شاء الله هقدم برنامج هخلي اهل الدايره الاندال كلهم في جيبي، وان شاء الله اول ما ادخل هقدم احاطه طلب بكل صراحه. انا ما احبش غير الصراحه وانت عارفني ما اخافش من حد. هقول لهم كل ده كان ليه لما شفت عينيه، اكتر كده صراحه مفيش، وهفقعهم التاني على طول. ودع هواك وانساني عمر اللي فات ما هيرجع تاني. شفت؟ واقول بقين حلوين بالمره للحكومه العسل والمجلس الموقر، وسلم لي على الضوضاء. عشان تنجح حملات الانضباط لازم كل مواطن يعتبرني قدوة للانضباط في هذه المرحلة، وده اللي هطالب بيه بعون الله أول ما يرن. ما تقلقش أبدا مشتاق بيه، إن شاء الله التليفون حيرن. مشتاق بيه سيادتك قدوة منضبطة وشعارك دائما الانضباط قدوة، فياريت يعني من فضل حضرتك ياريت توضح للسادة المشاهدين بالأمثلة العملية معنى الانضباط قدوة والقدوة المنضبطة. يعني مثلا السنة اللي فاتت أنا بلغت عن الضوضاء،
الساعات اللي مأجر محل عندي هنا تحت العمارة كان يوماتي يقفل المحل وسايب ساعة يد شغالة. كل سكان العمارة ما كانوش بيعرفوا يناموا من تكتكتها. عشان كده أنا بسأل سؤال، بقول فين بقى الانضباط مع المدعو ده اللي بيدفع 3 جنيه إيجار محل خلوه النهاردة 100 و150 ألف جنيه؟ ما سكتش، بلغت عنه وتم طرده فورا، وخدت خلوه 150 ألف جنيه وأجرته لسمكري سيارات. برافو. مشتاق أوي أوي أوي. دكتوراه في القدوة الانضباطية ومكافحة الضوضاء. تليفون 560 3 500 بجوار هريدي الفكاني. نقول مرة كمان عشان اللي ملحقش يكتب. عبده مشتاق أوي أوي أوي. دكتوراه في القدوة الانضباطية ومكافحة الضوضاء. تليفون 560 3 500 بجوار هريدي الفكهاني. أنا مش فاهم يا إكسلانس، لما الناس دي مش طالعة مع بعضيها تعمل ويكند ولا سايت سينج ولا اكسكيرشن، ليه كل واحد سايب العربية بتاعته في الباركينج ومهربد نفسه بالشكل ده؟ هوت ايه قلة العقل دي؟ هي مش قلة عقل وبس يا عزيز بيه، لا ده هم واخدين موقف من الحكومة علشان اسبوع الانضباط، انضباط في المرور. الله، انضباط في ايه ولا ايه؟ الشوارع زحمة والبنزين غلي، يعني العربية لما تقف في الاشارة شوف بتاكل بنزين قد ايه. حياة بقت صعبة جدا، يعني الواحد ما يركبش عربيته ولا ايه؟ بس هو البنزين غلي، انا السواقين بتوعي ما قالوليش اي كلام من ده. معايا زيزو. الواد خليل البواب كاتب لي خطبه جامده قوي جديد. اخواني وحبايبي يا حته مني، يا اهلا اهلا اهلا. اوه مستر خبور مندوب CNN، اهلا اهلا، جاي يعمل فضيحه هنا. طبعا هيقول لهم هناك ان المرشحين كلهم زيي، يعني مفيش اكتر من كده فضيحه. ميرسي، سلم لي على جين فوندا، اعمل معروف، اتفضل. اي والله يا حته مني، اي والله حته مني، والله حته مني. بقول ايه يا اخواني، واحد مثلا من اندال الدايره يسالني يعني ايه انضباط يا كمبوره بيه؟ السؤال معقرب وخبيث وفي لؤم، لكن بعون الله وفضله حبيبكم كمبوره يفوت في الحديد سكينه في زبده. امال الانضباط زي ما اتعلمناه من ايام القرنص يا اخواني، يعني كلمه ورد غطاها. جبت موني ده انضباط، اتفضل خد ده انضباط، سيبنا قلبك ده انضباط، براحتك يا حلاوه ده انضباط، اتفضل شاي سكر ده انضباط، لا متشكر يا عجوه ده انضباط. وبمناسبة الانضباط انا عاوز منكم يا حبايبي عليا النعمة حبايبي كلمة ورد غطاها، وبدل الشوارع ما تتزحم والمرور يتخنق يوم المعمعة الكبيرة وصناديق فرز والجان وعساكر امن بشناب، انا بقول يعني اخويا وحبيبي ودراعي اليمين
عبد العزيز، زيزو، سقفوا له. زيزو ان شاء الله هيعدي عليكم دلوقتي يقبل كل نجم فيكم وياخد منه تعهد كتابي عشان تنتخبوني، واحنا بقى نحط التعهدات بمعرفتنا في الصناديق، وخليكم انتوا في بيوتكم. مش عاوز اشوف خلقتكم في الانتخابات. كل واحد فيكم ينام ويدلدل رجليه في البيت، مش عاوز اشوفه. وسلم لي على انضباط. اللي يحب كمبوره بيه يقول هي هي بالنسبة لأسبوع الانضباط والمرور، احنا عالجنا ساحة الذروة بان احنا خلينا مواعيد العمل تختلف عن المواعيد الديكية. بالنسبة لزحام الناس الفظيع في الشوارع، انا شايف ان احنا نطبق طريقة الفئات، طريقة ناجحة جدا وثبت نجاحها في كل المجالات. يعني هنقسم الناس الى فئات، اللي اساميهم تبدأ من حرف الالف الى حرف الث مثلا يخرجوا يوم السبت، اللي من حرف الجيم الى حرف الدال يخرجوا يوم الحد، وهكذا. يبقى دولم غير دوكهم غير دوكهم. طيب واللي ليه الحق في الخروج من دولم او دوكهم ومش عايز يخرج يعمل ايه؟ يتنازل عن حق خروجه لأي قريب حتى الدرجة الثانية، ويوثق هذا التنازل في الشهر العقاري لقاء رسوم رمزية لن تتعدى 265 جنيه. يعني بالطريقة ده احنا هنرتاح من دولم ودوكهم ودوكهم.